ملخص الأداء الأسبوعي للدهب إن هو كان أدنى نقطة وصل لها الأسبوع اللي فات هي 3283، وأعلى نقطة اللي قفل عندها امبارح 3365. دي رقم واحد. رقم اتنين، بكرة لحد 25 مايو الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش مساء في حديث جيروم باول رئيس الفيدرالي الامريكي. وطبعا جيروم باول هيطلع ياكد ان التعريفات الجمركيه اللي بين امريكا وبين شركائها التجاريين وخصوصا اوروبا امبارح بعد ما ترامب قال ان خلاص هيفرض رسوم بنسبه 50% على اوروبا وتتنفذ بدايه من 1 يونيو، دي مزوده حاله عدم اليقين عند الفيدرالي فيما يخص مسار التضخم. يبقى كده هنفهم من جيروم باول توجهات الفيدرالي الفتره القادمه فيما يخص الفايده. يوم الاثنين عندنا السوقين اجازه، سوق لندن اجازه اللي هو اجازه البنوك، وبالنسبه لامريكا عندنا اجازه الشهيد. يبقى احنا كده يوم الاثنين اللي هيأثر في السوق تصريح جيروم باول بتاع بالليل، واشوف بقى الصين هتعمل ايه في الفتره الاسيويه. هحدث لكم الاخبار اول باول من حيث التحليل الاساسي او لو في اي مستجدات فنيه مع بدايه السوق يوم الاثنين.